جيت نفهم ودرت فيها ذكيه. صدق طيحه في اكبر شمس عشيه في حياتي. ملي كنت مازال بنت باقا جالسه مع دارنا ما مزوجه ما والو، كنت ديما مريضه كضرني كلشي بزاف، ومع ذلك عمري ما دوزت ما عندي لا مع اطباء لا مع دوايات. ما علينا. واحد النهاريات اتدخل با من الخدمه، سلمت عليه مشى قاصد بيت الوالده ديريكت. قال لها شوفي صاحبي الفلان فلاني راه باغي ياخذ بنتنا لولدو، اشنو ظهر لك؟ زواج تقليدي زعما. الوالده جات تشاورت معايا، قلت لها اللي بان لكم بان ليا. داز كلشي بخير وعلى خير. هذاك النهار بقى كنعقل المناضه اللي شربتها، ما شربتهاش في حياتي كامله، كنت نموت ونتسطى عليها. تزوجت وسكنت بعيده على دارنا، كنت كنجي نزورهم مره. راجلي كان ولد الناس وظريف بزاف، كان داير ليا بحال الماء القليل، واللي بغيتها كيحضرها ليا، كيقول لي اللي سلكاتك ديريها واللي ما سلكاتكش ما ديريهاش. كنا بحال جميع العائلات، مره فرحانين مره مخاصمين، بحال كياتوها الناس. مشات ايام وجات ايام، حتى ولا راجلي يقول لي ما خاصنا حتى شي خير الحمد لله، ولكن راه ما كرهتش شي وليد ولا شي بنيه عمر عنا الدار. وحتى انا كان هذا هو حلمي، ولكن لحد ديك الساعه كان ربي باقي ما جابش لنا وليدات. كنقول اللي بغاها الله مرحبا بها، الوقت ما جا الخير ينفع. واحد النهاريه مع الفجر غير فقت حسيت بالدوخه وبحال معدتي مقلوبه عليا. مشيت غسلت وجهي ومشيت نيشه للكوزينه، شربت كاس ديال المناضه. قلت لعل وعسى يفوتني الحال، مع انا كنموت وكنتسط عليها ونقدر نشربها صباح وعشيه وغدا، المهم القرعه ملازمه معايا. واخا هكاك ما فاتنيش الحال، حاسه براسي ماشي هي هذيك. فاق راجلي في الصباح لقاني مازال جالسه في الصالون، قال لي مالك ياك ما كاين باش اش مفيقك مع هذا الوقت؟ قلت لي اسكت شويه ديال الدوخه وصافي، راه ما عرفتش هادشي منين نزل عليا. حطيت ليه الفطور مشى لخدمته، انا نط ندور بالدار ونشوف شنو خاصني. ملي ساليت قلت نطيب الغدا ونحيدو عليا، عاود شدتني الدوخه وضرني راسي، ضرتني كرشي، ما قديتش نشم الريحه اللي كاينه في الكوزينه. درت مناقص، مشيت تكيت نعست شويه، قلت لها لا وعسى يفوتني الحال. حتى كنسمع التليفون كيصوني لقيتها ماما مسكينه عيطات تسول فيا، وانا بحال تقولي كنت كنتسنى داك التليفون. قلت الحمد لله جاب لي ربي على من نتشكى، ما عنديش صحابات. عاودت لها باش كنحس وهي بدات زغرت، قالت لي مبروك عليك، هادو بنيتي راه علامه الحمل، وقال راكي حامله ربي يسهل عليك. انا ما تيقتش راسي، فرحت. ماما قالت لي ما تحركيش من بلاصتك بزاف، بالخصوص هاد الفتره، وبعدي من المناضه راه ما مزياناش. انا سمعت دوك النصائح كاملين الا المناضه، وبحال كيقولوا لي قطعي الاكسجين. منين سالينا الهضره في التليفون بقيت جالسه كنشوف في السقف وكندي ونجيب في الافكار. جاتني واحد الفكره رومانسيه كيفاش نقولها لراجلي ونوصل ليه الفكره انني حامله. خديت التليفون وكتبت ليه ميساج، كتبت ليه السلام بابا توحشتك بزاف، غادي نصبر مازال غير واحد 9 شهور باش نتلاقى معاك. ما دازتش حتى 2 ديال الثواني وعيط لي راجلي في التليفون فرحان، قال لي حلفي. قلت لي وحق الله راني